هقول لك ربع كيلو دقيق اللي استخدمته، ازيد من ربع كيلو بشويه لان هما مجين كبار. تمام. اللهم صل على النبي. بس هو ده الكميه اللي انا عملتها. هبتدي بقى ان انا اسيبها ان هي ترتاح. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ما كانش الروتين بتاعي خالص اكل صحي، بالعكس انا كنت بحب جميع انواع الاكلات، كنت بعمل كل حاجه نفسي فيها. بس انا حبيت ان انا اجرب معاكم، وقلت لكم واي نوت يعني، ما نجرب حاجه جديده، احنا مش خسرانين حاجه، لا هنموت من الجوع يعني ولا هنبطل شبع، فاهمين قصدي؟ خلينا نجرب. انا هسلق اللحمه الموجوده عندي او على قد ما انا هاكل النهارده. فانا سلقت اللحمه من غير بصل، ما حطيتش طماطم، ما حطيتش اي اضافات تانية على الشوربه، هي ميه تغلي، ورق اللورا وحبهان بس، انا مش هحط اي حاجه تاني. و بس هو ده اللي انا عملته. سبتها يعني نزلتها وشلت الريمه او الزفاره بتاعتها، وركنتها على جنب، غطيتها وغطيت النار، لان اللحمه لو عايز تاكل لحمه مظبوطه تبقى على نار هاديه. وهعمل طاجن بطاطس او صينيه بطاطس باللحمه. تمام. طبعا في النظام بتاعنا احنا بنصفي الطماطم من البذر، عشان يعني لو او مش لو، هو اكيد الخضار بيبقى مرشوش، فاحنا الرش ده بيوصل للبذر. تمام. هو بيوصل للثمرة عموما كلها، بس احنا عايزين نقلل الاضرار. تمام. زي ما انتوا شايفين، انا كنت هضيف اللحمة على الطاجن، فلقيت ان الطاجن قليل جدا، فهنقله في صينية تانية. و خلاص بقى هحط اللحمه وهدخلها، هسيبها تستوي على النار. وعايزه اقول لكم الطماطم انا ما حطيتش طماطم كتير، هما بالظبط 4 طماطمايات صغيرين جدا، لان انا مش عايزه اصلا الطماطم مضره للجهاز الهضمي، فانا مش حابه ان حاجه تعمل لي انتفاخ او تاذي لي القولون عندي. بس انا حابه ان انا يبقى الاكل يبقى بسيط جدا. زي ما انتم شايفين صينيه بطاطس من غير بصل، ما حطيتش فلفل عليها، ما دعكتش البصله بفلفل زي ما انا ما كنت بعمل في فيديوهات قبل كده لو كنتم ملاحظين. لا، انا عملت اكل صحي جدا. يعني 100% انا عملت الاكل بشكل مريح ليا. انا بقى مش لاقيه افكار اعملها في الاكل الصحي، يعني قولوا لي النظام الصحي اللي احنا ماشيين عليه اغلب الحاجات او اغلب الفاكهه والخضروات ممنوعه نظرا ان هي بتترش. طب انا بقى مش عايزه اكل الاكل اللي هو مرشوش دوت، حتى لو انتي بتغسليه، فانا مش عايزه ده، انا عايزه اكل صحي. فقولوا لي ايه الافكار اللي انا اقدر اعملها، اكل غير صينيه البطاطس والرز. طبعا كله بالسمنه البلدي، يعني انا ما بستخدمش في الاكل خالص نهائيا غير السمنه البلدي. السمنه البلدي خلصت عندي قبل الشهر، ابدا ان انا بحط زيت. تمام. زيت عباد الشمس ده متاح، او حتى لو زيت تموين الافيلبل عندك حطيه، مش هتفرق. بس عموما الاكل يكون خفيف على المعده